أن قضية الصحراء تقولوا نحن مالناش طرف. فلماذا هذا الاحتفاء إذن؟ يبقى السؤال مطروح سنجيب عنه في حلقة قادمة. الجزائر على استعداد التخلي عن قضية فلسطين مقابل البوليساريو ومقابل جمهورية البوليساريو؟ هذا الذي سنجيب عليه في الأيام القادمة. وأقول لكم من الأخير أن الجزائر مستعدة أن تبيع كل شيء من أجل ألا شيء ويتمثل في جمهورية وهمية على الأقل لا تدرج في قوائم الإرهاب. وهذا الذي سنراه مستقبلا في ظل الخيبات الدبلوماسية والضربات الدبلوماسية والمواقف المتصاعدة المؤيدة لمغربية الصحراء، وتحول جمهورية البوليساريو من دولة عضو في الاتحاد الإفريقي إلى مجرد وهم مهدد من طرد من هذا الكيان نفسه. والأيام بيننا سجال، واذكروا كلامي جيدا.